يا جماعة أعطوني مسامعكم. زكريا عليه الصلاة والسلام لم ييأس بالرغم من وجود أسباب تؤدي إلى الإحباط، وهنا عظمه، واشتعل رأسه شيبا، وكانت امرأته عاقرة، ولكنه عليه الصلاة والسلام ظل يحسن الظن بربه فقال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. أتدري ما معنى ولم أكن بدعائك ربي شقيا؟ يعني وما دعوتك إلا وقد أجبتني. الله أكبر. أتدري ما كانت العاقبة بعد ذلك؟ عد معي. قال الله سبحانه وتعالى: يا زكريا. يا أخي أتخيل أنه أنا مكان زكريا، يا الله. قال الله سبحانه وتعالى: يا زكريا. هذه أول نعمة، أن الله سبحانه وتعالى يناديك باسمك: يا زكريا لبيك وسعديك يا رب، إنا نبشرك بغلام. يعني الله سبحانه وتعالى استجاب لي. ليس هذا فقط، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يحيى يحيى يحيى، أول مرة أسمع هذا الاسم. لم نجعل له من قبل سميا. يعني الله سبحانه وتعالى سمى ولدي؟ نعم، الذي سمى ولد زكريا عليه الصلاة والسلام هو الله. ليس هذا فقط، قال الله سبحانه وتعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. يا الله. وسيدا، ولد سيد؟ نعم، وليس هذا فقط، وسيدا ونبيا، ولد نبي ونبيا من الصالحين. الله أكبر. ثم بعد ذلك جاء ولد زكريا يحيى عليهما الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: يا يحيى. ما أعظم هذه النعمة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي خذ التوراة بجد واجتهاد. ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن يحيى ولد زكريا؟ قال عنه: وآتيناه الحكم صبيا، أي آتيناه العلم والفهم والجد والعزم في سن الصبا، وهو صغير. يا الله. قال الله سبحانه وتعالى عن يحيى: وحنانا من لدنا وزكاه. يا الله. وقال الله سبحانه وتعالى عن يحيى: وكان تقيا. اللهم زكي أنفسنا، أنت خير من زكاها. يحيى عليه الصلاة والسلام يأتمر بأوامر الله ويجتنب نواهيه. وقال عنه: وبرا بوالديه، أي كان بارا بهما لطيفا بهما محسنا إليهما ولم يكن جبارا عصيا. يعني ما كان يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يعصي والديه. هل رأيت هذا الكلام عن يحيى عليه الصلاة والسلام؟ ختم الله سبحانه وتعالى ليحيى بهذه الكلمات في سورة مريم بعد أن زكاه الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا الله. وهذه المواطن الثلاثة يا جماعة هي أوحش ما يمر به الإنسان، فإذا أمن فيها فلا خوف عليه فيما عداها. والآن انتهت القصة. طيب إيش هذا الكرم يا ربي؟ إيش هذا العطاء يا الله سبحانك جل جلالك وتقدست أسماؤك وصفاتك؟ نرجع لورا شوية. نرجع. السبب كان زكريا عليه الصلاة والسلام أنه أحسن الظن بربه أثناء الدعاء، فكانت العاقبة كما سمعتم. لأجل هذا أقول لكم يا جماعة أنتم تسألون من أكرم الأكرمين، تسألون الله سبحانه وتعالى. إحنا بحاجة إلى هذا الدعاء، ولا الله سبحانه وتعالى ترى في غنى سبحانه وتعالى. الرجاء: أحسنوا الظن بربكم، أحسنوا الظن بربكم. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: بيدك الخير، أي الله سبحانه وتعالى إنك على كل شيء قدير. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ركز إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى بيده الخير وأنه على كل شيء قدير، أقسم بالله أنك راح تعيش حياة ما في أجمل منها. والسلام عليكم.